والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأولين والآخرين. وبعد، فإن أصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله هو حديث الفتن، حديث الفتن التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتنة هذه وجدت مع وجود الإنسان، وكانت أول الفتن بين أخوين شقيقين قابيل وهابيل، فلا تخلو الحياة من الفتن. ولكن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتن آخر الزمان تكون أشد من أولها. الفتن في آخر الزمان بين يدي الساعة كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفتن تكون أشد من الفتن الأولى، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. الحديث له طرق، والحديث أيضا له معاني أخرى. الحديث ورد بسير أخرى في السنن، ولكن هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم بهذه الصيغة، فليست هذه الصيغة الواحدة للحديث، إنما هناك الصيغ الأخرى. هذه الصيغة، صيغة الحديث، تحدثنا أن الإنسان يتلون بسرعة، يتغير بسرعة، ينقلب بسرعة، يتغير بين الصباح والمساء، يصبح على الإيمان ويمسي على الكفر، ويمسي على الإيمان ويصبح على الكفر. ليس العكس، أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ثم يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، لا، هذه صيغة أخرى. ولكن هذا الحديث في آخر الزمان هذا التلون إلى جهة واحدة، التحول إلى جهة واحدة، أي التحول من الخير إلى الشر فقط، وليس التحول من الشر إلى الخير، لا. في هذا الزمان يتحولون من الشر إلى الشر والعياذ بالله، حتى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا والناس أعوذ بالله كلهم من شرار القوم. تحولوا بين عشية وضحاها. ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل، قطع الليل المظلم، أي ظلمات بعد ظلمات، ظلمة وراها ظلمة أخرى. الظلمة التي أشد من التي قبلها. لكن الظلام يبدأ بشوية، الظلام يبدأ بشوية، حتى إذا وصلت إلى وقت معين، خصوصا في الأيام اللي يكون فيها النهار، طلع مكتب الفتن. هكذا الفتن تعرض في آخر الزمان. قال: كقطع الليل المظلم. فما هو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. ادركوا
نهارين ولا في جمع عموم جمع الحركات، لا، في الصباح العشاء يتبدل والعياذ بالله. قال ويؤتي مؤمنا ويكره كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبدل الشارع بتاعه، يبدل الدين بتاعه، يبدل هذا بسيط خالص، هذا غيبه، يبدل العقيده بتاعه الكعبه البيتون، يبدل المبادئ بتاعه ذكره، يبيع دينه بعرض. مش معنى العرض؟ العرض هو حاجه زي عرض، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بس يقول ساعة ناس يعني كما يقولوا ممكن مش يبيع الدين بتاعه، يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع وطنه ويبيع كل شيء. هذا ما كان. حتى الواحد قال له حتى لا كان السحابة تروح الجهنم، قال له روح على ابوها عشان ما تروحش على عرض. لا، هذا الانسان رايح الجهنم عن كعب الزيتون، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فقال ابن القيم رحمه الله تعقيبا على هذا الحديث، شرح هذا الحديث، قال ابن القيم الفتنة نوعان. الفتنة يتحدث عليها النبي في هذا الحديث، قال نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، قال فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات قال وقد يجتمعان. اجتمعوا مع بعض، فتنة واحدة مخلوق لا مبالغ مثل جرس الفتن، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وقد يتفرد بإحداهما. نرد ربنا هذه ثم قال: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القلب وحصول الهوى، فهناك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى، فقل ما شئت في ضلال سيء القلب. الشخص ده فتنة الشبهات. فتنة الشبهات هذه نص مباشرة أغلبها يمثل العقيدة الإنسان المؤمن. شبهة واحدة عنده في نفسه شبهة، يقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى قدر علي أني نقتل فلان، وفلان راح الأجل فيه محدود، الأجل فيه محدد، ولا يكتله خطأ أو عمدا، ولا ربي عذبني ما دام ربي هو يتكتب علي. هذه الشبهة. يدخل له شبهة أخرى، يقول في الإسلام هذا والله يشوفوا باللي الدول هذه المسلمين الكل دول فقيرة. الدول الكفر كلها غنية، دول غنية، ودول الإسلام الله لا الإسلام مش مريح، وبذلك الكفر والعياذ بالله، وخرج من النشا والعياذ بالله. هذه الشبهة خلته في دماغه.